انا قررت هبقى رجل العلم في رمضان او بنت العلم، هو حاجه في السكه دي. هو بيعمل ايه رجل العلم ده بقى؟ ما دي بديهيات يعني. اول حاجه الوصف، مفيش اسهل من كده. بنفضل مفتحين عينينا على كل حاجه حوالينا ودنا كمان، وده عشان نعرف ايه اللي بيحصل حوالينا بالظبط. بس ده بقى مش معناه انك تروح تقول لماما ان انا اللي خلصت الفستق، اسمها فتنه يا فتان. المهم اننا هنوصف مثلا البركان ونقول ان فيه غازات وبخار ومواد بتخرج من باطن الارض. طب ده بقى بيحصل ليه؟ عشان المهمة التانية التفسير. هنحاول نفهم فيها ليه الحاجة دي بتحصل، ونقعد نسأل ليه 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 بنروح المدرسة واحنا صغيرين؟ ليه الوقت من بعد الفطار للسحور بيعدي كأنه ساعة؟ وليه الساعة اللي قبل الفطار بتعدي كأنها 6 ساعات؟ وبعد 900 ليه بنوصل لحاجة ممكن نتنبأ من خلالها عن حاجة هتحصل في المستقبل. دي بقى المهمة الثالثة التنبؤ. بناخد من المعلومات اللي عندنا، والعلماء بيقولوا ان في شواطئ كتير ممكن تغرق، وده علشان الجليد القطبي بينكمش بمعدل 4% سنويا. وانا بقى بقول ان لو حد اتنمر عليا دلوقتي هيجي حد في المستقبل يتنمر عليه ويضايقه زي ما ضايقني. لكم بقى احنا في رمضان. كان معاكم من أوديت هايد.